معناه إن أحيانا التعافي والبحث الدائم على المعلومات أحيانا بيبقى محاولة هروب متقنة. هروب متقنة من إيه؟ من نفسك الحقيقية، من مشاكلك الحقيقية، من الحاجات اللي المفروض تتعدل. لأن التعافي أو بمفهومه أكن أنا بزود المعلومات عشان أفهم، فاخد معلومة فتفتح لي باب معلومة، فاروح أجيب كتاب اسمه مثلا لا لم نكن سعداء بتاع الدكتور علي موسى، فدخلني ان في مشكلة في العلاقات، وان انا ممكن اكون نرجسي، او انا ممكن اكون غير مهتم. فابدا ادخل في المصطلحات فاحس ان المشكله دي فعلا عندي، فابدا ادرسها وابدا اشتغل عليها وافتكر ان انا عندي مشكله. كل دي محاولات هروب من المشاكل الحقيقيه التي تحدث في حياتك. فاحيانا التعافي بيبقى هروب من المسؤوليه مقنن مفعل، ولكن بطريقه ذكيه. انا لما نزلت فيديو وقلت يا جماعه احيانا كتب علم النفس لا تنفع للعلاج، لان العلاج النفسي اذا اردت نتيجه لابد ان يكون العلاج النفسي متقايس ومتقيف عليك. وفي فرق بين ان انا بقول لك الحاجات دي عشان انا اكتشفتها، مش بعلمها، انا عايشها ووقعت فيها، وبقول لك وانا واقع فيها، مش بقول لك بعد ما طلعت فيها او لما لقيت هذه الملاحظه بدات اخد بالي ان مش بكتر الكتب بقى، ان انا ممكن اكتر كتب بس مشكلتي تفضل موجوده. طب هل عشان نفهم، هل الحياه تحتاج مننا فهم كامل لانفسنا وماضينا؟ لا. هل الحياه بتقبل اللي فاهم نفسه 100%؟ لا. وهتلاقي جنبك وهتلاقي صاحبك وهتلاقي تعرفه وهتلاقي صاحب بيزنس ما يعرفش اي حاجه عن نفسه، لدرجه ان هو شايف كل الناس وحشين ورغم ذلك بينجح. طب عشان انا عايزك ما تبقاش مثقف بس او ما تبقاش قاري بس، انا عايزك تعمل نجاح في حياتك، او انا عايز اعمل نجاح في حياتي ما يبقاش مجرد قرايه وثقافه. نجاح بقى على المستوى المادي، نجاح على المستوى النفسي. لابد ان تجتمع معظم الارقام فيك طول ما انت بتجتهد. يبقى انا مش عايزك تاخد التعافي كرساله 100% ولازم احلها دلوقتي، لان اللي قبلك واجدادك واجدادي ماتوا وعاشوا ولم يحلوا المشاكل دي. طب ده معناه ان احنا نسيب التعافي؟ لا، ولكن معناه ان احنا نعدل واحنا في الطريق. ويجب ان نعلم ان لا يوجد تغيير 100%، انت بس بتصلح الجنب ده ثم تنزل في الوعي ده تصلح الجنب ده. والحاجات اللي الحياة اثبتت لي بشكل او باخر ان الطريق يظهر ليس عند دراسة الطريق. طب الطريق بيظهر بايه؟ الطريق بيظهر بالخطوات. يعني طول ما انت عدلتك لقدام وبتاخد خطوات الطريق بيعافيك لوحده. بتتعافى من خلال الخبرات الحياتية مش الخبرات الدماغية، ان انت بتحاول تعصر نفسك عشان تفهم، فبتشوف فيديوهات عشان تفهم، فالفيديوهات دي تفتح ابواب ثم تلاقي نفسك مثقل بالمعلومات وغير متعافي. فاحيانا التعافي مش معناه ان انت بطلت كل حاجة سيئة وبطلت اي سلوك ادماني، لا، انت غيرت المايند سيت. وممكن تقع في نفس الغلط، ممكن تقع عادي. هل مش في مدمنين بعد 4-5 سنين من التعافي بيرجعوا يقع؟ عادي. مش معناه بقى ان هو عنده مشكلة في الارادة، او معناه ان هو ضعيف او مدرسش كويس. لا، هي الحياة كده. لابد ان نأخذ الحياة بواقعية. فالحياة كواقعية ايكوال متقلبة غير عادلة. ما تقدرش تتوقع الحياة غير متوقعة شوية زي ما دكتور عصام بيقول. يبقى أنسب حاجة مع هذه الحياة هو المهارات المرنة.
يعني ايه المهارات المرنه؟ سميها بقى مش سوفت سكيلز، انا بعلمك حاجات نفسيه. اول حاجه ان انا بعدل حاجه في فتره معينه، تمام، ثم انتقل للي بعديها. طب امتى اقول ان انا عدلت دي؟ لما اجي انا المايند سيت بتاعي يعدي افريج 6، يعني هم 10 حاجات في حاجه واحده، هنقول المقياس 10. وصلت مرحله من 50 ل 60%، انت كده اوكي. ثم انتقل للنقطه الثانيه. ومن الحاجات اللي انا اتعلمتها وخلتني خفيف حبة مع نفسي، ان لا تعامل نفسك كمشروع او آلة، لا تعامل نفسك اكنك بروجكت AI، لان انت في الاول وفي الاخر بني ادم. you have feeling، you have unconscious، عندك لا وعي بيقودك. فانت بتعدل من الحاجات اللي بتجيلك، من المعلومات اللي بتجيلك، ثم تمشي في حياتك، تاخد الخطوات اللي مطلوب منك تعملها، تاخد الخطوات اللي مطالب منك تعملها. احيانا انشغالنا بالتعافي يجعلنا بني ادمين دائما في محاولة تصليح، دائما في محاولة محاسبة نفس. عرفنا يعني ايه جلد الذات، عرفنا يعني ايه الاويرنس، وما بنعملش اي نجاحات على الارض. يبقى احنا كده مش واقعيين، او احنا كده ما وصلناش للاويرنس، احنا كده احيانا بنضحك على نفسنا. بس عايز اقول لك ان انت لو وصلت المرحله دي فالتعافي هو اللي وصلك هنا. فانا بقول لك اشتغل على مشاكلك الحقيقيه، اشتغل على مشاكلك البسيطه، وما تستصغرش المشاكل، لان المشاكل الصغيره هي من تجعل حياتك اسهل. يعني مجرد تغيير المكتبه قادر يخليك سعيد، مجرد ان انت تجيب تيشرت مريح وتقول بقى انا هشتغل عشان اعمل حاجه ليا، هيريحك. سيب بقى مشاكل اللاوعي والصدمات التي تعيشها، انت فهمت جزء منها، هتجيلها تاني. هتروح فين؟ سواء انت بقى بتتعالج نفسي، فدي مهمة الدكتور، لكن انت باقي الاسبوع بتحاول تميك اكشن، بتحاول تجلب فلوس اكتر، بتحاول تقوى في المجال اللي انت فيه. فأتمنى كلامي يكون فيه جزء ليا أكني بوجهه لنفسي، والجزء التاني ليكم لأحبائي لل10 15 ل20. أنا عارف إن الفيديوهات على يوتيوب ضعيفة كفيو، بس أنا مؤمن إن الاستمرارية جزء من النجاح، وإن أنا مش بعمل كشو أوف بس. أكيد يهمني دعمكم، بس يهمني أكتر رحلتي اللي أنا عايشها وبحاول أركز فيها. شاوت أوت وصف مكمل.